السلام عليكم. خير ما نبدأ به الكلام والصلاة والسلام على خير الأنام. اليوم غنهضروا على نظام الطيبات. هذا النظام اللي صدر في الأصل باش يكون بروتوكول علاجي صارم ديال التشافي وبناء الكتلة العضلية وإراحة الجهاز الهضمي gastrointestinal tract. ولكن الكارثة هي الأغلبية حولوه المسابقة ديال الماستر شيف، عوض ما يقلبوا على العلاج ولاو كيقلبوا على الابداع وتخلاط المقادير. كل واحد ولا عالم وكيبتكر من راسو، وهذا الشيء كيدمر الفلسفه العلميه ديال النظام. اليوم غنحطوا هاد العابات تحت المجهر وغنشرح لكم بالعلم شنو تديروا في الكرش ديالكم. اكبر غلطه كيديروها المبتدئين في نظام الطيبات هي انهم كيطيحوا في واحد الفخ ديال القائمه المسموحه. كيشوفوا ورقة فيها المسموحات وكيبدا ينقز لأي حاجة مكتوبة تما، بحال إلا لقى شي كنز. راه النظام تدير باش يتشافى الجهاز الهضمي ديالك. أولا علميا ملي يلاه كتبدا النظام الكبد ديالك كيكون عيان ومخنوق بالسموم القديمة، ويلاه بادي في واحد المرحلة ديال التصفية اللي كتسمى ديتوكسيفيكيشن. إلا جيتي نتا يلاه بادي في مرحلة العلاج وعطيتيه مأكولات مسموحة ولكن ثقيلة ومجهدة على الهضم، راك كدير ليه واحد الصدمة اللي كتسمى hepatic overload أو الضغط على الكبد. المسموحات كتدخل بالتدريج على حساب القدرة ديال الجهاز الهضمي، واش برا ولا مازال. ماشي حيت مسموحة يعني نبداو ناكلوها من النهار الأول. ندوزو دابا للجريمة الثانية، تخلاط ديال السوائل مع الماكله. كتلقاه ضارب بالشوا وكيدوز بكاس اتاي. علميا اتاي فيه مركبات سميتها تانينز. هاد المواد كتبلوكي امتصاص الحديد من داك اللحم بنسبه كتفوت 70%. عليها كاينين الناس تيقولوا لي حنا ما عندناش الحديد او عندنا فقر الدم. وكاين شي نوع تيدير العصير مع الماكله، راه تيدير جريمه كتسمى gastric dilution، يعني كيخفف الحمض ديال المعده ستوماك اسيد، وهذا الشيء كيخلي الماكله ما تتهضمش. نزيدكم الكارثه ديال العطريه المجهده اللي كتزيدوها بحجه البنه، راه كتهيج الغشاء المخاطي ديال الامعاء في الوقت اللي نظام الطيبات كيقول لك بسط الماكله ديالك باش ترتاح. وبالنسبه للعطريه غندير لكم واحد الفيديو على العطريه ان شاء الله، وكاين شي عطريه غنوريكم كيفاش ديروها وما تضركمش. أما المشكل الأكبر هو أن بزاف كيدعيو أنهم متبعين الطيبات وهما ما فاهمينش الفود جريدز أو درجات الأكل. الماكلة مقسمة ل3 ديال الدرجات على حساب سرعة الهضم، السكريات، البروتينات، الدهون. ملي كتجي نتا كتسبق اللحم الدرجة الثانية وعاد كتاكل الديسير أو الحلاوة الدرجة الأولى، شنو كيوقع؟ اللحم كيبلوكي الباب ديال المعدة، وديك السكريات كتحبس لداخل وكتعطينا عملية ديال التخمر أو ما يسمى فيرمنتيشن. هذا التخمر هو اللي كيدير لك الكرش والغازات، وتجي تقول في الأخير النظام ما وافقنيش. الطيبات ماشي هو تاكل اللي بغيتي، النظام هو البساطة والترتيب باش تحترم واحد القانون ديال gastric emptying. نظام الطيبات هو علم ديال التشافي، ماشي كتاب ديال الطبخ والإبداع. احترموا القواعد العلمية اللي حطها لكم الدكتور، وبارك ما تخربقوا في الكرش ديالكم وتدمروا الكبد ديالكم بالسمية ديال المسموحات. وفي الأخير غنقول لكم القرار ليك وصحتك بين يديك. نشوفكم في فيديو جديد.